عسلامة ومرحبا بكل متابعين قناة شذا الياسمين. كالعادة قبل ما نبدو في الفيديو ما تبخلوش علينا بالجيم الاشتراك في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد بحول الله. حيث قامت الشروق بنشر مقال حول صاحب قناة تونسية مشهور جدا ومعروف بمحاولة قتل زوجته حسب تصريح جريدة الشروق، وهروب الزوجة من المنزل وتقديم قضية ضده ومطالبته بالطلاق للضرر، خاطرش هو مش أول مرة يتعدى عليها كمان هكا. برشا قالوا إنه هذا الشخص هو سامي الفهري وزوجته أسماء الفهري، اللي هي بعد صمت طويل قررت إنها تواجه، وهذا السبب اللي باش يكون تاع طلاقهم. زوجة سامي الفهري خرجت لتدلي بتصريح على هذه الإشاعة اللي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر الشروق لهذا المقال. نخليكم اش قالت زوجة سامي الفهري. عسلامة. ستانسة جوايوز أنا عسلامة. منجمتش نرقد، منجمتش نرقد. حاولت لساغ نحال حليلة فات على خاطر فما أخبار قاعد تدور خايب ياسر وغالط برشا زادا، ومش خبر واحد، أخبار قاعدين يدوروا غير مفهمتش فيسبوك عليه مخلين والله. تحسوا وين سورس نتاع مشاكل فيسبوك، حاجة خايبة برشا. دونك سي جوست باش نقول اللي لانفورماسيون اللي قاعدة تدور مش لازم نزيد نحكي فيها باش ما نعملش عرفت اسمع اللي ما سمعتش راهو غلط، اللي يسمع حاجة. وهكا تكون مرت سامي الفهري أسماء الفهري وهي بنت عمه ملحوظة نفيت الموضوع وأنه ماهوش موجود بتاتا، يعني مجرد إشاعة طلعت لا أكثر. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، كالعادة نخليكم في وديعة ربي، وديما نذكروكم ما تبخلوش علينا بالجيم الاشتراك بالقناة تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديدنا.